يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم الحلوة. النهارده هنفتح الفسيخ وناس كتير قوي قالت لي ايه، حطاه في بطرمان يا فالحة هيبوظ وهيعفن وشم ريحته بقى مش قادرة اقول لكم، وربنا يستر وقلقانة بقى وجالي تعليقات ومش عارفة ربنا يسترها بقى. تعالوا نفتح عليه، بس انا خايفة قوي من ريحته فظيعة، مش قادرة اقول لكم ريحته فجة قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه فيه، بس ربنا يستر ما يكونش باظ ولا اي حاجه، قلقانه قوي عليه. طب تعالوا بقى نخليه كده، استنوا شويه لما اوريكم بقى فكره للرنجه حلوه قوي. استنى قلقانه. هنحط كده رنجيتين وهنبدا ان احنا ايه نحطهم على الفرن على الشوايه كده. ايه هنا بقى ايه، ولا هيوسخ الفرن ولا اي حاجه. حطي كده على الشوايه وهيبقى حلو جدا. قولوا لهم ايه رايكم في الترنج هنا بتاع ايلين بقى ايه حلو. قولوا لهم حلو. ماسك ايه اللي انت حاطاه في حواجبك ده؟ بصوا، حاطه من المكياج بتاعي، حاطه حاجات في حواجبها وحاجات مش عارفه ايه، يعني مظبطه نفسها وعامله شعرها، بس لسه بقى ايه عايزه تكويه. تقولي اعملي يا ماما مكوه، عايزه تكوي شعرها. المهم بقى هنا هنعمل ايه، هنقطع نحضر بقى كده للرنجة طماطم بقى وبصل وخيار وقرن فلفل لو انت حابه. انا كنت بصراحه اقطع قرن فلفل بس نسيت ان انا احطه خالص، بس انا قلت ايه عشان كمان الاولاد هياكلوا منه بلاش نحط برضو ايه القرن الفلفل، وانا نسيته بس خلاص بقى مش اشكال. ممكن تحطي بقى قرن فلفل. نقطع كده طماطم، بس لازم الطماطم كده ايه ماسكه نفسها. بصوا عايزه تاكل من الحاجه، وعارفين يعني هي اساسا ما بتحبش الرنجة خالص، بس معرفش كلت منها ازاي وانا بعمل معاكم. بس هي اساسا كلناها قبلها بيوم كده. كانت مش راضيه تاكل خالص الرنجة، جيت قرفانه منها بس معرفش كلتها ازاي وانا واقفه على المطبخ. كلت اللي هي ايه مشويه بقى كده، وهنا عماله تاكل في السلطه دي مقطعينها بقى ايه للرنجة. ايه هو الطماطم والخيار، احنا لسه ما عملناش الرنجة. انت اصلا ما بترضيش تاكليها، هتاكلي رنجة وبسيخ؟ عظمة. نقول حطوا اللايك عشان خاطر هنا بعد ما طلعها بدأت ان انا نضفتها كده، بس ايه ايمن عماله تقول لي ايه يعني المقطع وانا بطلعها من الفرن. طبعا هي ايه خليتها على الشوايه وما تاخدش دقيقتين وتطلعيها على طول عشان ما ايه تتحرقش منك قوي. فنضفتها كده بسرعه زي ما انتم شايفين. وهنا بقى ايه ايرين بتقول لي دي ولا دي يا ماما؟ يعني بتاخد خيارات بتلعب معايا، دي ولا دي؟ دي ولا دي؟ تاخد خيارية وتقول لي دي ولا دي، يعني ايه عشان اقول لها ايه الخيارية هنا ولا هنا؟ بص بتغيظني عشان ما عرفتش الخيارية في انهي ايد. دي ولا دي ماما؟ دي ولا دي؟ دي ولا دي؟ هنا كانت بقى عماله تاكل، كانت بتاكل من الرنجة دي، يعني سبحان الله ما اعرفش. انت عماله بتاكلي كحك على تاكلي رنجة، ايه اللي بتعمليه ده يا لولي؟ لازم عليكوا على الكحك. دول خضار بس سهلة جدا، وطلعتها من الفرن على طول قشرتها ونضفتها كده زي ما انتم شايفين. سهلة جدا وبسيطة لما نحطها كده على الشواية في الفرن. احسن ما نعملها على البوتاجاز وتبهدل لنا بقى البوتاجاز، واحنا اساسا ايه طالعين طبعا كمان من شهر رمضان تعبانين بقى، مش نوسخ بقى البوتاجاز طبعا هيتوسخ مننا من الزيوت اللي بتنزل منها. فدي طريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة، متاخدش وقت خالص، مسافة دقيقة واحدة بتطلعيهم بتقلبيهم على الناحيتين وخلاص على كده. حطيت بقى شوية ليمون وتحطي بقى شوية طحينة، يا سلام تحفة جد حلوة جدا. وطبعا كمان الرنجة غالية السنة دي، يعني ممكن تعمليها زي كده يعني تكفي معاكي. هنا بقى هفتحها الفسيخ وربنا يستر، مش قادرة اقول لكم على ريحته. انا بقالي كتير قوي ما عملتش فسيخ وعملته بالطريقه ديت وما بعملوش بالطريقه دي، مش عارفه. بصوا قلقانه ومش قادره.
عمالة اشم فيه كل شوية واقول ربنا يستر بقى ما شمتش حد فيا. مش عارفة اجيب بقى حاجة كده وافتحه واشوف سمي كده بالله. بدأت افتحه كده بقى بالمقص زي ما انتم شايفين وايه، ومش قادرة ريحته قوية جدا. هبدأ بقى ان انا اشيل السلسلة كده وانضف اشوف كده، عايزة اشوف. انا شايفة لحمه كده ايه احمر، بس مش عارفة، شايفة لحمه احمر كده وحلو وجميل وطري. عايزة بقى ايه نشوف التانية دي كمان، بس لازم انا ادوق احسن يكون باظ. انا بصوا عمالة ابص فيه خايفة لا يكون دود، لحسن قالولي ده هتلاقيه باظ. استنوا كده بقى لما نشوف دي وادوق بقى معاكم احسن انا قلقانة. بس انا شايفة لحمه طري وحلو جدا. شايفين ده كده بقاله ايه 8 ايام فتحت عليه، يعني 8 او 9. بصوا لحمه احمر وحلو وجميل، بس مش عارفة طعمه بقى ايه. استنوا كده اما نجيب بقى رغيف عيش وندوق عشان اطمنكم معايا. نلم بقى الحاجات دي ونشوف بقى، نجيب رغيف عيش كده ونشوف طعمه ايه ولا باظ فعلا. انا بصوا انا ما لقيتش فيه دود ولا اي حاجه الحمد لله، وشايفه لحمه احمر وجميل. تاري الفسيخ هو ريحته كده يا جماعه، ما كنتش لا اتوقع ان بجد هو يبقى طعمه ريحته تحفه. بالشديده جدا. ريحته عامله زي ريحه الفسخانيين، ريحته قويه جدا. انا جوزي دخل امبارح وقال لي ايه الريحه دي، إيه الريحه القويه دي، ايه دي، انت بتاكلي ايه؟ هو اساسا ما بيحبهوش خالص ولا بيحطه بقه ولا هو ولا الرنجة. لا تحفة يا جماعة، يا خرابي ده انا مش قادرة اقاوم من كتر طعمه جميل. بصوا هطافس مش قادرة مش قادرة اقاوم قدامه. تحفة تحفة قوي، جميل جدا، طعمه حلو جدا. وريحته دي ريحته عاملة زي ريحة اكنك بتجيبي فسيخ من الفسخانيين وكده، وتشم الريحة اول ما تخش عندهم. بجد ريحته قوية جدا. انا ما كنتش متخيلة وكنت فاكرة بايظ، اتاري ريحة الفسيخ بتبقى هي الريحة دي. تحفة جدا. جربوا الطريقة ديت، ما تنسوناش في اللايك والتعليقات وتقولوا لنا ايه رأيكم.